السلام عليكم متتبعيني الأوفياء، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ اش تعاودوا؟ ايوا البنات، كي دايرين مع رمضان؟ غلبتوه ولا غلبكم؟ الله يقبل لينا وليكم صالح الاعمال يا رب العالمين، يجعلها في الميزان المقبول، الصيام والقيام والاعمال يا رب العالمين لينا وليكم وجميع المسلمين. نتمنى تكونوا كلكم على خير وبخير وعلى احسن حال. يلقاكم هذا الفيديو مرتاحين في عقولكم وقلوبكم، هذا هو الاهم. والله يوفقنا جميع. نتمنى ان شاء الله موضوع اليوم يعجبكم، اللي هو ما تهرسوا لياش راسي واللي فيه يكفيني راسي مفور. هو الموضوع ديال اليوم، موضوع الساعة، موضوع اليوم، موضوع هاد العواشر. ان شاء الله نتمنى يعجبكم. ونبداو ولا فيديو ديالنا بصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على بركة الله. توكلوا على الله دائما كيف العادة. غادي نوجد معكم الطبيلة ديال اليوم، واخا ما غاديش نشرح بزاف لانه غادي نشارك معكم الموضوع. المهم راكم كتشوفوا بعويناتكم، راه باين الفيديو شنو فيه. غادي نشارك معكم واحد التحريرة صحية 100%، هي اللي مكون رئيسي ديال هاد الطبيلة ديال اليوم، وان شاء الله نتمنى تعجبكم وتجربوها. فيها فوائد كثيرة لصحتنا ولصحة وليداتنا. نحاولوا دائما نذوقوا لهم بحال هاد الوصفات هادو اللي هما صحيين ومفيدين لصحتنا، اللي كنحتاجوهم اكترية في هاد العواشر في رمضان، اللي حنا كنكونوا صايمين والجسم كيكون عيان. راكم عارفين خاصة الناس اللي الماكلة ديالهم قليلة، ما كياكلوش بزاف ديال الحاجات هكايا. كل واحد خاطرو، كل واحد وشنو كيبغي، وكل واحد وش هواته. وبطبيعة الحال حنا ربات البيوت هكا الامهات في المطبخ دائما، خاصة في رمضان كنحاولوا اننا نرضيو جميع اطراف العائلة. كل واحد نديرو ليه خاطرو، كل واحد نديرو ليه الشهوة اللي كيبغيها، باش كل شيء ياكل وكل شيء يكون على خاطرو. لكن احنا كناكلو الدق. هذا هو الموضوع اللي غادي نهضر لكم عليه اليوم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم. المهم غادي نشرح لكم بعدا الحريرة اشنو درت فيها، ونبدا ان شاء الله الموضوع اللي هو ديال هاد العواشر. الناس كيكونوا بزاف معصبين فيه. نحاولوا نتملكوا راسنا، نحاولوا ما نتعصبوش بزاف، وإلا تعصبنا نشدو في راسنا نعرفوا اش كنقولوا. خاصة الناس اللي ما كيردوش البال في هذيك اللحظة بالضبط شنو كيقولوا، شنو كيخرجوا من فمهم. خصنا دائما نردوا البال للهضره ديالنا، خاصة الا كنا معصبين وفي هاد العواشر. وبالضبط في اللحظة اللي حنا كنوجدوا فيه الفطور وكنحطوا، ولا اللحظة اللي حنا كنفطروا كنزربوا باش اننا نوجدوا راسنا نمشيو للتراويح. في هاد الفترة هادي، في هاد الوقت هادي بالضبط، خصنا نشدوا في راسنا مزيان، نفطروا بخاطرنا. الا كانت شي مناقشة هكا ما بيناتنا، المهم نشرح لكم الحريرة شنو فيها ونكمل. هنا درت الفول شوية، درتو في الماء، فزكتو في الماء، وشوية ديال الدشيشة فزكتهم في الماء. هنا درت البصلة والعطرية حتى تشحروا مزيان، مع شوية ديال المليحة، المهم العطرية والزيت، الزيت العود اللي درت. رميت دابا الفول، ودرت شوية خيزو، جلبانة، شوية ديال الشوفان، شوية ديال هذا الدشيشة اللي قلت لكم. غادي نضيف من بعد، قبل ما ندير دقيق الحريرة الاخرى، غناخد منها هذاك الخليط ديال الحمص والعدس، غادي نضيفهم لهاد المكونات هادو اللي درت. عاد غادي نضيف الدقيق الابيض، الحريره الاخرى اللي وجدتها حطيتها على جنب كطيب. وهذه كما قلت لكم حريره صحيه 100%، فيها الشوفان، فيها الدشيشه، فيها خيز جلبانه، فيها الحمص، فيها العدس، زيت العود والعطريه ومليحه. هاد المكونات فقط اللي فيها، وقزبور ومدنوس، وما فيهاش الدقيق نهائيا
نكملوا على الموضوع. المهم الفطور فيه الشيوات، راكم عارفين اللي كنوجدهم دائما بيتزا، الفطائر، وجدتهم بالحشو اللي هي ديال الخضروات. المهم طبيله على قد جبنا كما كنقولوا، دائما نمشيو على قد جهدنا وقد جبنا وعلى قد كريشتنا. بطبيعة الحال نوجدو داكشي اللي غناكلوه، ما نرميوش البنات، خاصة في هذا الزمان، في هذه المحنة اللي حنا فيها. كاينين ناس مساكن ما لاقيين حتى الحليب يعطيوه لوليداتهم، الرضع ما لاقيين خبزة. الله يكون في العون، حنا في زمن محنة صعيبة ديال الغلاء. الله يرحمنا، الله يرحمنا. هذا علاش نحاولوا نقتصدوا، واخا عندنا الحمد لله ما خصناش وما عندناش، اللهم لك الحمد. الانسان الا عنده خيره وخميره تبارك الله، ما يضربش بالخسران كما كنقولوا، خسر من هنا خسر من هنا. الا دزنا حاشاكم حدا البركاسات كنلقاو الكسكسو، كنلقاو البغرير، كنلقاو الحرشه، كنلقاو داكشي محطوط. الله يسمح للناس اللي كيديروا هاد المسائل هذه. غادي نهضر على هذا الموضوع هذا من بعد باش ما يجيش لا فيديو طويل. المهم الله يهدي ما خلق، نحاولوا نتفاداو اننا نرميو، نحاولوا نتفاداو اننا نرميو، ونراعيو المساكن اللي ما عندهمش في هاد المحنه هذه. الله يكون معنا والله يرحمنا برحمته الواسعه. والانسان حتى هو كما كنقولوا ارحموا من في الارض ليرحمكم من في السماء. رحموا بعديتكم ناس، ارحموا الناس اللي حداكم، ارحموا عائلتكم. الله يهدي ما خلق. كاينين بعض الرجال، ما كنعممش، خاصة الرجال ما كنعممش، ماشي كلشي بحال كيكونوا معصبين بزاف في رمضان. المرأة مسكينة واقفة في الكوزينة، ها هي الصهد الكوكوط، ها هي الصهد الفران والقلي، ومن هنا والجد من هنا، يد من هنا يد لهيه، راسها مسكينة مفور بقوت الصهد، بقوت الزرب، بقوت ما قادرة حتى انها تطلع النفس. كتشوف في المكان المغرب قرب الوليدات من هنا، اعطينا ماما انا بغيت هادي وجدي هادي. الله يرحم لكم الوالدين، رحموا من في الارض ليرحمكم من في السماء. رحموا هاد النساء هادو، عاونوهم الا ما قدرتوش تعاونوهم في هذيك اللحظه بالضبط. سدوا غير فمكم وتكمشوا في شي بلاصه حتى يتحط الفطور، عطيوها باتساع، لانه هذيك اللحظه راه ما يعلم بها غير حنا العيالات، ما يعلم بها غير اللي كيدوز فيها العذاب. راه العذاب هذاك الله يجعلها من مغفرة الذنوب. ما كنعممش، ماشي كلشي بحال كاينين العيال تبارك الله عليهم في هذيك اللحظه جالسه مرتاحه مع راسها، هزه القران ديالها كتقرا فيه مرتاحه. حنت علاش؟ عطاها ربي العقل اللي يفصل، العقل اللي يوزن، الله ينظم. كتنوض بكري لشغالاتها، كتوجد كلشي على اتساع. ما يجي المغرب يوصل تيلقى كلشي موجود. كان تكون قاريه القران ديالها، صلاتها في وقتها، مرتاحه. لكن ما كنعممش بطبيعه الحال، كلشي تبارك الله ما شاء الله العيالات حادقين، ولكن كاينه اللي الوقت هي اللي كتلقاها في هذيك الوقت بالضبط مازال ما وجدتش. واخا نضت بكري، واخا بدات شغلها بكري، ولكن تابعينها بزاف ديال المسائل، منها الصابون، منها السخرة، منها تدي الولاد وتجيبهم في المدرسة، منها الا جا عندها شي حد مثلا هكا شي جارتها ولا الفاميله ولا هذه، تجلس معاها. بزاف ديال المسائل كيلهيونا، كيخليونا اننا نحصلوا واخا فقنا بكري، واخا بغينا اننا نوجدوا على بكري، ولكن الظروف اللي كتحكم فينا بعض المرات كنلقاو راسنا المغرب وصل ودن المغرب، ولكن احنا باقي في الكوزينه باقي كنوجدوا. لهذا العائله دائما خصها تراعي لهاد السيده هذه وتاخذ هاد المسائل هذه بعين الاعتبار، دير يد العون. الا ما قدرناش نعاونوا هاد السيده هذه، نعاونوها غير باتساع. الا عطيناها باتساع وباتقار ونسكتوا ونخليو الحاجه اللي شفناها ما عجبنا، الحاجه مقلقانا، نخليوها من بعد، نخليو السيده توجد على خاطرها حتى ترتاح وتكون بخاطرها، تقدر تنفس، تقدر انها تهضر معنا، تقدر تفكر، تعرف اشنو غادي ترد، كيفاش غادي ترد. لانه راه حتى في هذيك اللحظه اللي كنكونوا فيها حنا في وسط
الصهودات والصداع ديال الآكل في داك الضغط، راه ما كنقدروش حتى نجاوبوا، ما تكونش عندنا التركيز على دماغنا اننا نقدروا نجاوبوا هذوك الناس اللي كيتخاصموا الصداع اش درتي شنو. ما كتقدريش في هذيك اللحظه انك تجاوبي تدافعي على راسك ولا تشرحي في هذاك الموقف لدوك الناس، يكون راجل، تكون لوسه، تكون عجوزه، يكون خوك، تكون اختك، يكون ولدك ولا بنتك. الله يهدي ما خلق. كاين بعض العائلات الله يهديهم ما كتقدرش السيده في هذيك اللحظه انها لا تشرح ولا تدافع على راسها ولا حتى تهضر ولا تنفس. ما حيلتها المقلة، ما حيلتها الفران، ما حيلتها الكوكوت، ما حيلتها توجد الشلاطات، توجد هادي، توجد اتاي، توجد قهوة، كل واحد واش نبغى ونكملوها عليها ونجملوها، نمشيو نغوتو عليها. الله يهدي ما خلق. ناخدو هاد المسائل هادي بعين الاعتبار، نهضروا عليها، ما امكاننا نجبدو، نزيدو نوعيو هاد الناس هادو. كنتمنى هاد الفيديو هذا يتبارطاجا اكثر من اللي نتوما قادرين انكم بارطاجيو. الله يعطيكم الخير، يوصل ولو نفيق واحد الانسان يسمع هذا الفيديو هذا يطيح في يديه يسمعه ويبارطاجيه، انه نردوا البال في هذيك اللحظه اللي السيده كتوجد فيها الفطور. الا كنا مقلقين، الا كنا معصبين، شي حاجه قلقتنا على برا، نشدوا في راسنا واخا نخرجوا نجلسوا حدا الباب، هزوا الكرسي جلسوا حدا الباب، خاصه الرجال. جلس اخويا حدا الباب حتى تهدن بما ودن المغرب، صلي صلاتك، استغفر الله. عاد ديك الساعه تناقش مع السيده مولات الدار، ها شنو كاين، ها شنو كاين، ها شنو وقع، ها شنو وقع، راه وقعت لي مصيبه هنا، راه هادي راه فكيتها، راه هكا، راه اعطى الله الوسائل اللي الواحد يهدن بها راسو. تمشي تمشى الدور حدا الدار، تمشى هي الدور حدا الدار حتى ديك السيده بعدا تخرج من الكوزينه، ترتاح، تنفس، تعرف كيفاش تهضر، كيفاش حتى هي تمشي معك في الخط، تعاونك في هذاك المشكل، تفك المشكل، يقدر تلقى الحل عندها هي، ما تلقاش عند راسك. راه دائما ربة البيوت ما نحقرهمش، راه تبارك الله ما شاء الله، راه عندهم ما يعطيو، عندهم ما يعطيو، ولكن الاكثريه راه كنحقرهم. علاش هاد الحقره هادي؟ بالعكس نهزوهم فوق راسنا، نديروهم تاج فوق راسنا، نزيدو بهم لقدام، نعاونوهم خاصه في هاد العواشر، في هذيك اللحظه اللي دويت عليها اليوم. لانه كنشوفوا بزاف وبزاف وبزاف، كنشوفوا العيالات تحرقوا في يديهم مساكن بسبب هذاك الجو ديال ديك اللحظه. كنشوفوا العيالات مثلا كلاو العصا عند بعض الرجال ما كنعممش، الله يهديهم، لا كيضربوا الله يهديهم. بزاف وبزاف وبزاف كنشوفوا في هاد العواشر هادي. ما بغيناش نشوفوا هاد العيالات هادو مساكن اللي يستحقوا الجوائز، وحق الله العظيم كيستحقوا الجوائز على هذيك اللحظات اللي هما كيتحملوا الصهد، يتحملوا الصداع، يتحملوا العصبيه، يتحملوا المشاكل ديال العائله، خاصها ديال الخاطر لهذا، ديال الخاطر لهذا، ديال الخاطر هذا. راه خصنا نعطيوهم تحيه كبيره كنعطيهم من هنا. شابوا ليكم خواتاتي في الله، والله العظيم الا تستاهلوا التكريم، حق الله العظيم. الامهات ديالنا الله يخليهم لينا تاج فوق راسنا، ويخلي لهم صحيحتهم، وحتى حنا الله يكون معنا يا ربي، والله يهدي ما خلق. الله يجعل محنة في القلوب، نحنو في بعدياتنا، ناخذوا المسائل بعين الاعتبار. الله يعطيكم الخير، حاولوا انكم تبارطاجيو هذا الموضوع وتجبدوه، الله يعطيكم الخير، لانه فيه ما يتقال. خصنا شويه نحنوا شويه في هاد السيدات هادو كما قلت، لانه هذيك اللحظه راها صعيبه. راه واخا تنوضي في 6 ديال الصباح، عرفتي مورا الفجر ما ترجعيش تنعسي، تبقاي غير توجدي، راه غيلقاك المغرب. الا كتب لك يلقاك المغرب في الكوزينه غادي يلقاك فيه، لانه الظروف هي اللي كتحكم فينا. تعياي ما تنظمي في الوقت ديالك، تعياي ما توجدي، خاصه اللي كانت تبارك الله ما شاء الله العائله كثيره، انك ترضي هذا وترضي هذا، وتدي الوليدات للمدرسه، وتصبني وتنشري وتسخري وتعجني وتطيبي، خاصه الا كان مثلا جاوك الضياف حتى هما هكا على غفله ولا شي حاجه بحال هكا، ولا المرض ولا شي حاجه. راه الله يكون في العون، الله يكون في العون، الله يكون في العون. نتمنى ان شاء الله هذا الموضوع يزيد لقدام، نتمنى تبارطاجيوه. الله يعطيكم الخير. بغيت كلامي يوصل، بغيت هذا الميساج يوصل لماليه. بطبيعه الحال ما كنعممش، كاينين الناس اللي عمرها دار وكيحنوا في بعضياتهم. بطبيعه الحال كما قلت لكم ما كنعممش، راه حتى هاد الناس اللي كيتعصبوا راه حتى هما في الداخل ديالهم الله يعمرها دار، ولكن كيخسروها بديك التعصب، بداك الكلام اللي كيخرجوه، بديك الجهاله في الهضره في هذيك اللحظات. غير خصنا نشدو
نهزوا في راسنا كل واحد عطاه الله ربي يحقو في الحنان، عطاه الله ربي يحقو في أنه يتصرف مزيان، ولكن نحاولوا نردوا البال لراسنا، نشدوا في راسنا، نتعاونوا مع بعضياتنا، والله يهدي ما خلق. الله يحنن القلوب على بعضياتها. الطبيله ديالي قربت توجد راكم كتشوفوا بعويناتكم. ما قدرتش انني نشرح بزاف هكا الاكل مع الموضوع، غادي يكون داكشي مخلط. اللهم هكا نتوما كتشوفوا بعويناتكم، والموضوع تستفدوا منه اكيد. نتمنى ان شاء الله يا ربي ليا ولكم التوفيق والنجاح. الطبيلة ديالي واجدة بطبيعة الحال، كاس مشحر عاوتاني بالنعناع نعام لا لا يرد المجاج ويقاد الراس. دائما نكونوا على خاطرنا. هنا شوية البيتزا الحريرة صحية واجدة. هنا شوية ديال الفطائر خلطهم هكا مع البيتزا عادية. المهم كل واحد الذوق ديالو. كنحاولوا دائما نرضيو جميع أطراف العائلة. والله يوفقنا جميع. بارطاجيو لا فيديو، كونوا في الموعد ديال العروض دائما معايا. الله يعطيكم الخير، تهلاو لي في راسكم. الى اللقاء في الفيديو المقبل، موضوع جديد ان شاء الله، قناة جديدة للدعم اللي غادي ندعموا عاوتاني اليوم نجمة أدرار نهجموا عليها. الله يعطيكم الخير باللايكات والبارطاج والمشاهدة. الله يعطيكم الخير والاشتراكات. محتوى يستحق التشجيع والدعم، نتمنى تهجموا عليه. الله يعطيكم الخير، وبارطاجيو هذا الفيديو، شجعني باللايكات والاشتراكات ديالكم. واللي بغات ندعمها النمرة ديالي ها هي. مرحبا والف مرحبا على راسي وعينيا. تهلاو في راسكم، رمضان كريم، السلام عليكم.